السلام عليكم ورحمة الله. في الآونة الأخيرة كثير من الآباء للأسف يتخلون عن أبنائهم وعن زوجاتهم، حيث أنه يكون هؤلاء الأطفال عرضة لتربية الشارع وعرضة للضياع، وكذلك الزوجات يخرجن الطريق بسبب هذه الأفعال الطائشة من بعض الأزواج، من بعض الآباء للأسف. والنبي عليه الصلاة والسلام، أذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن، وهو حديث عظيم في بابه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، بمعنى أن يكفي الإنسان إثما ومعصية ومخالفة لله تبارك وتعالى أن يضيع من والله الله تبارك وتعالى رعايته، من والله عز وجل رعايته من الزوجة والأبناء. ولو لم تكن له معصية أو إثم، إلا هذه المعصية أو هذا الإثم لكفى به إثما كبيرا يوم القيامة. وليعلم الآباء أنهم مسؤولون يوم القيامة لا محالة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالله تبارك وتعالى سيسألك عن زوجتك وسيسألك عن ابنك وبنتك إلى غير ذلك، فكلنا راعون وكلنا مسؤولون عن رعيتنا. فلينظر أحدنا ما هو جوابه يوم القيامة إذا تمثل بين يدي الله تبارك وتعالى. المهم أيها الأفاضل، علينا أن نتذكر هذا القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.